أهلا بك يا أختي في بيتك الثاني، قناة نور الحياة. هل تشعرين دائما بالتعب حتى بعد الاستيقاظ من النوم؟ عقلك لا يتوقف عن التفكير، كأنه محرك لا يهدأ. تهربين إلى شاشة هاتفك فقط لتنسي الضغط، لكنك في النهاية تجدين نفسك مثقلة بلا سبب. اليوم أريد أن أقول لك: لست وحدك، وهذا التعب له حل يبدأ من داخلك. نحن النساء نحمل عبئاً ذهنياً كبيراً، من تربية الأبناء إلى مسؤوليات المنزل والعمل. جسمك يبقى في حالة تأهب دائم، وهرمون التوتر يظل مرتفعاً. لقد حان الوقت لنمنح أنفسنا شيئاً من اللطف والرحمة. نظمي بيئتك بالتدريج. ليس من الضروري ترتيب المنزل كله في يوم واحد. خففي من الفوضى لترسلي إشارة لعقلك أنه في أمان. قللي من الضجيج. جربي القيام بعمل واحد في صمت. اشربي كوباً من الأعشاب الدافئة بمفردك. الصمت ليس فراغاً، بل هو دواء لروحك. أفرغي عقلك على الورق. عقلك ليس مخزناً. أي فكرة تزعجك اكتبيها في مذكرة خاصة لتخففي الضغط عن جهازك العصبي. توقفي عن كونك متاحة للجميع. ضعي هاتفك في وضع عدم الإزعاج. العالم يمكنه الانتظار قليلاً، لكن نفسك لها عليك حق. تقنية التنفس العميق. جربي التنهيد الفيزيولوجي. شهيق طويل من الأنف يتبع بزفير طويل جداً من الفم. هذه الحركة تهدئ نبضات القلب بشكل مذهل. الحركات الإيقاعية الهادئة. المشي في الطبيعة أو حتى التمايل بهدوء يساعد على تفريغ التوتر المتراكم. توقفي عن جلد الذات. استبدلي فكرة يجب أن أصلح نفسي فكرة أنا بشر أخطئ وأصيب. كوني لطيفة مع نفسك، فالكمال لله وحده. أختي، الراحة ليست مهمة تقومين بها. الراحة هي حالة تصنعينها داخلك. جربي عادة واحدة فقط من اليوم، واعتني بصحتك وراحتك. ختاماً، نستودعكم الله، ونلتقي في الحلقة القادمة من نور الحياة.